السلام عليكم المتتبعين المتتبعات، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم غادي نوجد معكم الدقيق نتاع السلو او السفوف او الزميطه كما كنقولوا لها، ولا كما كنقولوا لها بالشلحه حمرت. عندي هنايا الزرع اللي غسلته ونقيته مزيان حتى تنقى، وعندي كيلو نتاع إيلان حتى هو نقيته مزيان اللي غادي نفورهم حتى يطيبوا مزيان. عندي البرمه هنايا اللي درت فيها الماء ودرت فيها الطروفه نتاع الحامض باش ما تكحالش البرمه. كنخلي هذا الماء حتى كيغلي مزيان. من بعد ما غلى الماء ديالي مزيان غادي ندير هذاك الزرع يتفور، نسد عليه باش يطيب مزيان. من بعد ما طاب الزرع ديالي كنديرو في اللاطه باش نحمرو، كيكون طايب بحال هكا، كيكون كيطرطق. المهم غادي نحمرو على عافيه مهيله. من بعد ما نسالي الزرع غادي نحط إيلان ونسد عليهم حتى هما يتفوروا مزيان. كنبقى نقلي هذاك الزرع بشويه بشويه حتى كيتقلى مزيان. هنايا قبل ما ديروا إيلان يتفور كديري له شويه ديال الزرع لتحت ديال الكسكاس لانه كيطيح هذاك إيلان من الكسكاس. كنحمرهم بحال هكا. انا ساليت الكميه اللي عندي كنخلطهم مزيان صافي، وكتديهم للطاحونه يطحنهم لك وكتقول لهم يسحقهم مزيان. ضروري يطحنوا مزيان. هاد الطريقه ديال هاد الدقيق راه كيديروها الناس ديال زمان جدودنا، واخا تكون تكثروا الدقيق في سلو راه كيجي لذيذ وصحي. من بعد ما تطحن الزرع ديالي كندوزو في الغربال باش هذوك الشوائب اللي كيكونوا باقيين فيه كيتحيدوا وكيجي بحال هكا. وبسلامه عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.